بدك اياهم يا عمري؟ احط لك اياهم عند مناخيرك تشميهم يا عمري. خد يا عمري يا بني الحنون، انا دخيل الحنون، انا حياتي، انا حياتي، انا يا حنونة انتي. حنونة نمرودة بنفس الوقت، قاسي وناعم بنفس الوقت، دخيلة انا، دخيلة انا، دخيلة دخيلة، عشان ما يحكوا علينا المتابعين يا عمري الفانزات انه شو هالمنظر هذا، انه هاي ولادة يعني، شو بده يشوفوا يعني مناظر. الحمد والشكر لله، اليوم ولدت قطتي لولو بالسلامة. بعد 63 يوم حمل بالضبط. جابت كتم بجننه. استمرت ولادتها من الصبح الساعة 11، خلصت على الساعة 6:30 المغرب. تعبت كتير، أحداث كتير داخل الفيديو، بعتذر إنه كتير طويل الفيديو، لكن ما قدرت أقص أكتر من هيك، منه إنه فيه معلومات مهمة للمربين. بتمنى تشوفوه للآخر، وما تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. يا عمري أنا يا ماما، استوي على الآخر مقطع التخت يا ماما، الله يهون عليكي. صحتني من النوم، ولادة لولو، ولادة اليوم. يا روحي أنا، يلا شدي حيلك يا عمري، خليكي قوية، شدي حيلك. في ديل نازل على الآن البيبي يا حرام. إيه يا عمري يلا شدي حيلك، هعمل معاكي بوش، لا تخافي يا ماما. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي لا تخافي، حساعدها بالولادة تبعت البيبي، حنزل معاها البيبي. يلا يا ماما يلا. يلا يا عمري يلا. حاضر حاضر. طيب اوكي، اسفة اسفة. بدي اساعدك يا ماما، البيبي علقان. طلع الحمد لله، كان علقان البيبي. لما تبدا الطلقة معاها انا برفع رجليها معاها، فبيقوم بزلق البيبي نازل برجله وعلقان هو والدير، يعني مش عارفة تطلعه يا حرام. مسكينة صرخت. الحمد لله مشي الحال، طلع البيبي الاول. يلا يا ماما شدي حيلك، لا تخافي، يلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طبعا القطط بتعشق الكراتين. انا كنت جايبه كرتونتين لسنوي، طبعا بطلوع الروح صار ما في كراتين بالسوق لانه عم ياخذون الشركات، اوكي، اعادة تدوير. فبعدين رحت امنت كرتونتين الحمد لله للولو. دائما امنوا كراتين اذا عندكم قطه داخله على ولاده، لانه القطه بتحب ريحه الكرتون، بتولد فيها وهي مطمنه. طبعا هي كانت على تختي، وبعدين قامت قعدت بحضني، بدها تولد بحضني على طول، جبت لها كرتونه وحطيت لها اياها. تمام. النقطة التانية بدي أحكيها، إنه كان في كيس هون عندها من ورا، كيس كبير زي الشفاف، مش قادرة توصل لأنه بطنها مليان. فرحت أنا طقت لها إياه، أوكي. علشان هذا اللي بأول طلع عندها والولادة. واللي اكتشفت إنه بعدين طالع بس ديل ورجل، يعني البيبي نازل برجليه مش براسه. فاللي عملته إني أنا لما لقيته على الآن عم بتصرخ، وهي عم تطلع، رفعت لها رجليها لفوق هيك عشان يطلع البيبي. وفعلا هذا اللي صار، طلع البيبي حجمه كبير اول واحد. الله يكملها معها بالستر يا رب، وتولد بالسلامة. هلا عم تبلش تعمل بوش للبيبي الثاني. لولو يا لولو ماما، البيبي الثاني طلع، لونه ابيض ما شاء الله. هيا شايفين؟ هي طبعا بتنظفه وبتقطع الحبل السري لحالها والمشيمة. في حال تعبت او بطلت تعمل او سابت بيبي على فكرة انه هو ميت، ممكن يكون مختنق، انا شو بعمل؟ على طول بشيل الكيس وببلش انعش وانظف وامسح السوائل. فهمتوا علي؟ هذا البيبي زي اللي جابت سنوي على راسه اسود. طبعا هاي القطة تركش فرنش، فيها عرق شيرازي. انا مستني اشوف شو رح تطلع الوان. الخلف الماضي كانت الوان بتجنن، بس طبعا مات منهم 4 المرة الماضية وضل منهم 5. واتوقع بطنها هاي المرة كمان مليان. اشوف شو رح تجيب الوان. أه لانه في الخلفتين كان في الوان مختلفة. تعالي حبيبي، تعالي يا عم، تعالي اقعد هون. طبعا اسفة للمنظر، بس انتوا عارفين انه هي ولادة، فاكيد رح تشوفوا هيك مناظر، فاللي قلبه ضعيف ما يتابع الفيديو، يعني الفيديو تعليمي. برجع بعيد وبكرر، اوعى تسحبوا البيبي والحبل السري علقان بالام بهذا المنظر. استنوا لما البيبي يكمل طلوعه كله، ما تخلوا المشيمة تقطع وهي داخل الام. انتبهوا لهي القصة، ممكن تسبب وفاة الام اذا المشيمة ما طلعت وعلقت فيها. هيك هي طلعت البيبي بالمشيمة. هلا حتبدا هي تنظفه. جبت لي واحد ابو بقعة زي سنوي واقرع كمان فيش على راس الشعر
اقسم بالله بشوف العجب بهاي القطط انا، عشان ما يحكوا علينا المتابعين يا عمري الفانزات انه شو هالمنظر هذا، انه هاي ولادة يعني شو بدي يشوفوا يعني مناظر. ضربي بريك هلا، لا تضربي بريك يا عمري هلا، الله يرضى عليك. يلا شدي حيلك. هاي قطتي ما بيقدر حدا يقرب عليها قبل الولادة وهي حامل، ومن النوع اللي بتضرب ولادها لما بصير عمرهم 45-50 يوم ما بتخليهم كمان يرضعوا، ولا بتتعرف عليهم كمان من أساسه. يعني اللي بيكملوا رضاعتهم القطط التانية عندي بالبيت إذا ولدانين، يعني فلافي وسلطانة اللي كملوا رضاعتهم توتة، الله يسعد لي إياها توتة. في عندها عرق نمردة، شرش نمردة، هاي القطة نمرودة. و... وتيجي وقت الولادة تفرجوا عليها هلأ لما صحتني من وهي بتنوي فكرت الببغاء اللي عم بنوي، صحيت هيك ركزت مين عم ينوي، لقيتها قاعدة بتعيط على تختي ونازلة مية الراس على تختي وبتبكي بتصوت. أول ما شفتني صحيت اجت ورمت حالها بحضني. والله بحاول أحيانا أحسس عليها، أحنحن عليها، أمسكها، أعمل شي وهي حامل خاصة بآخر أيام الحمل أبدا ولا بتخليني، بتطبخ علي وتهمر علي ومعصبة بتكون كتير. حتى هون عندها جروح هي برقبتها ما مخليني أعالجه، لأنه هيو قصدي عند عينها ليكو. عالجنا شوي وبعدين بقول له تعالي يا ماما بس تحط لك كريم، ابدا ولا خلتني اقرب عليها. هلا اللي بشوفها اليوم ما بشوفها امبارح، كيف رمت حالها بحضني، بتولد بحضني كانت. لو بعمل لها كرتونه بحط لها كرتونه قال ايش بترجع تطلع على التخت، تولد على تختي، بدهاش تولد بالكرتونه. بس طبعا استسلمت بعدين لان هي اصلا مستويه. يلا يا ماما يا لولو يا حبيبتي. شو يا عمري لا تخافي انا معاكي، انا جنبك لا تقلقي يا روحي، هساعدك، الله يساعدك ويقف جنبك، خفف عنك يا رب. ليتا ليتا. طبعا لما يكون عندكم قطة داخلة على الولادة بتكونوا محضرين كرتونة، حرامات، شراشف يعني أو بطانيات تحطوها تحتها، مقص معقم عشان لو هي ما قصت حبل، لو بيبي مثلا، لو يعني ما نظفت الولاد وما عملت شي انتو تكونوا تتصرفوا. كلينكس طبعا جديد نظيف كمان. وطبعا اذا بتلاقوا طبعا هي لما انا قمت هي طبعا مش اكلة، هلا هي اكلت المشيمتين نعم، لكن ممكن توصل لمرحلة الإجهاد وهي عم تولد وتتعب وخلاص تصير بدها ترخي حالها، بتعطوها حليب خالي اللاكتوز، أو ممكن تقدموا لها يعني تجربوا تقدموا لها أكل. أنا بقدم حليب مع ومي يعني وقت بحسها تعبانة علشان ترجع تشد حيلها وتتنشط مرة تانية. تمام إن شاء الله ما بيصير معها شي، بتكمل لحالها الله يسعد لي إياها. طبعا أنا حطيت بطانية تانية لأنه اللي تحت صارت هيك عليها دم عشان التصوير بس. طبعا انا بس خلص ولادي هي بقى برفع كل اشي، واذا مية الراس واصلة لتحت انا برفع الكرتونة بغيرها وبجيب التانية، انا جايبة لها كرتونتين. بدك اياهم يا عمري احطلك اياهم عند مناخيرك تشميهم يا عمري، خد يا عمري يا بني الحنون، انا دخيل الحنون، انا حياتي، انا حياتي انا يا حنونة انتي، حنونة نمرودة بنفس الوقت، قاسي وناعم بنفس الوقت، دخيله انا، دخيله انا، دخيله دخيله. مين صحى ماما من النوم؟ مين عنده واوا؟ مين يا عمري انت؟ يلا شدي حيلك يا ماما، اتركوا ماما تخلص ولادة اول. يلا قعدوا لي هون عند صدرها. يلا يلا يا حبايبي يلا، الله يهديكم. يلا هي بلشت تعمل بوش للتالت، الله يقويها. هاي طلع البيبي التالت، لونه كمان ابيض. يا روحي هو اول بيبي اللي كان عصيان نازل من رجله، فهي كانت عم بتصرخ وتعيط يا حرام مش قادرة، بس انا ساعدتها، طقت لها الكيس وبلشت اعمل معاها دفع من رجليها عشان يطلع البيبي، كان كبير كمان حجمه. هذا البيبي التالت طلعته لولو، ما قصت الحبل السري تبعه، فأنا بسحب الدم هيك لتحت عشان ما يصير عند البيبي ما يصير نزيف يعني والبيبي يموت. بجيب المقص المعقم وبقص الحبل السري. خلاص هي اجت اكلت المشيمة، ما لحقتش اجيب المقص اقص لها الحبل السري.
مسكينة بتعيط من الوجع، مسكينة. يلا يا ماما، يلا يا حبيبتي، لا تطلعي برا الكرتون، الله يرضى عليك، خليكي جوا. يلا يلا أنا معك، يلا. هي طلع على الرابع. أيوة نزل. تعال هون، ابعد عن ماما شوي. من البيبي التالت يا ماما. لولو اوعي تكوني قعدتي على البيبي يا ماما. ايوه ليكو، خليني اجيبه. في عندها أجنة كبيرة. هذا الرابع حجمه كبير، يعني الأول والرابع حجمهم كبير، مسكينة. إيه. شو يا زهران؟ شو يا ماما؟ بايبي بس. انت زي وجه عسل انت. ايش بكي فيس انت؟ ابو بوز، ابو كشرة. ايش انت وزك صغير كتير يا روحي، يا ماما. وانت كمان، ايش وضعك من الاعراب؟ عذبت ماما من اولها انت. لما تلاقوا قطة تكون عندها صعوبة بالولادة، بعد اول مرة وتاني مرة عقموها. اذا انتوا بتحبوها وغالية عليكم ما بدكم تخسروها. انا هيك قررت طبعا. انا كنت دودو اخدتها على تلعب، لكن للاسف ما عاشت. ربنا ما رد انها تكمل وتعيش. شوفوا هذا البيبي حجمه كتير صغير بالنسبة لأخوته. شوفوا حتى وجهه كله صغير، سبحان الله. شو صار معك يا ماما؟ لسه علقان البيبي؟ يلا شدي حيلك يا عمري، يلا يلا بوش يا ماما، بوش يا عمري، يلا. يا روحي أنا، يلا. شوفوا هذا البيبي كمان حجمه كتير كبير. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. لما يكون حجم الأجنة كبير الأم بتعاني من الولادة، كتير كبير هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا يلا شدي حيلك يا ماما، أيوة يلا جود جيرل، يلا يا ماما، يلا طلعيها المشيمة، طلعيها يا عمري، طلعيها الله يرضى عنك، يلا. يلا يا قلبي يلا. هيها. يلا يا ماما يلا. يلا يا ماما يلا. يلا 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 يا لولو، يلا يا ماما شدي حيلك، يلا يا عمري يلا. يلا جود جيرل يلا. أيوة. يلا يا عمري شدي حيلك. بدي أغير الشرشف هذا، عم بيعلى أضاف، عم بيعلى أضافير فيها، بدي أحط شي تاني. اللي صار طلعت بيبي. آه ما يعني شوفوا البيبي هذا ما طلعت المشيمة تبعته، طلعت بيبي والمشيمات التنين لسه علقانة جوا. انتبهتوا شو صاير؟ هيو. يا رب ما يكون مختنق، بس هذا ما عم بيتحرك. طيب هذا قطعتيه، قطعت لي هذا، اوكي تمام، هذا خالص. ايوه هذا الحمد لله عايش، الحمد لله. اتأكد بس ان المشيمات يطلعوا. رح اورجيكم هلا احنا المشيمة كيف بنقصها من البيبي. تمام، بنسحب الدم هيك، هيك بطل في دم، بنضغط وبعدين بنقص الحبل السري. بس يا حبيبي، بس يا قلبي، بس هيك.
تمام، هيك انا قصيتها بهذا الشكل، شايفين؟ شوية حليب للكيتنز عشان اعطيهم شوية حليب لغاية ما تخلص ام الولادة وتشد حيلها، واحلق لها شعر صدرها، لانه هي ما كانت مخليني امسكها قبل الولادة، طبعا هلا بتخليني امسكها. عملت هي عم تشرب حليب، شايفين؟ عادي، انا كنت اصلا اوريدي رح اعطيها حليب عشان تشد حيلها وتقوى. صحة صحة يا لولو، صحة يا ماما. طبعا انا عم بساعد، شوفوا بهاي السرنجة الميلي عم بعطي شوية حليب لكل واحد فيهم عشان يسكتوا، عشان هي تكمل ولادة لانه لسه ما خلصت. تمام ماما، فوتي الجوالات تطلعي لبرا يا عمري. هلا احنا مو بس بدنا نطعم الكتن، لو بدنا نطعميهم، اذا بدنا نطعميهم بدنا نحفز المنطقة محل اللي بيعملوا منه نون وكاكا علشان يفرغوا، ما يصير عندهم كتام. تمام، خاصة أول يومين ثلاثة من ولادة القطة الأم لأنه بتكون تعبانة. بهذا الشكل مساج خفيف خفيف خفيف. شوفوا هيو عمل، شايفين؟ لسه عم يعمل. بهذا الشكل مساج خفيف، لسه بيعمل. هذا لو ضل جوا جسمه ممكن يموت البيبي، مو ممكن، أكيد بيموت طبعا لو ضل بجسمه. طبعا القطة بتكون تعبانة، ما نقدر لا تنظف ولا طعمي هلا، خاصة إنه لسه في ولاد ببطنها، فأنا بساعد معها. تمام. كتير سألوني عن كيف بنحفز، كيف بنطعمي، كيف بننظف، فحبيت أورجيكم بهذا الشكل. أنا ما عم بعطي وجبة إشباع، عم بعطي كل واحد ميلي حليب، حليب من مراعي خالي اللاكتوز بهاي السرنجة، بعطي كل واحد ميلي بس. هيهم سكتوا هدول الثلاثة، أنا باقي هدول عم خليهم يعملوا نونو، وبعدين بكمل الاثنين التانيين. يلا يا حبيبي، تعال نعمل نونو، يلا يلا، ها ها. بس يا مام، بس يا حبيبي، بس يا عمري، بس. هذا نفس وجه أبوه عسل، سبحان الذي خلقه. أنا قدمت لولو أكل لحتى تاكل، لأنه بعدها بلا فطور. هيها عم تاكل، أكلت وشربت، رجعت تعمل بوش مرة تانية هلا. يلا يا لولو يا ماما، شدي حيلك، يلا يا روحي، يلا. انتوا لما تكونوا بتحبوا الحيوانات وجايبين حيوانات تربوها بالبيت، لحالكم بتصيروا تفهموا عليها، بعد ما تقعد عندكم وقت تفهموا طباعها، تعرفوا موجوعة، جوعانة، عطشانة، تعبانة، مبسوطة. سبحان الله، يعني الحمد لله والشكر لله، أنا القطط عندي بفهم عليهم، بعرف إذا هي طبيعية مش طبيعية، فيها إشي ما فيها إشي. يعني على طول حسيت إنه لولو جوعانة، رغم إنه أكلت المشيمات، رحت جبت لها حليب وأكل ومي، قلت أعطيها عشان طاقة، عشان تكمل بوش، لأنه لو رخت وبرد الطلق ما راح تكمل ولادة، لو ضل الأجنة ببطنها ممكن لا سمح الله يصير لها إشي. وأنا عندي نتولد طبيعي أفضل من إنه تحتاج محرك. بسم الله عليك يا مام، مالك؟ بسم الله عليك يا مام. طلعي إذا في شي يا عمري. يلا يا ماما، يلا شدي، أيوة طلع، الحمد لله. إلها أكتر من ساعة موقفة ولادة، عم بقول بطنها في يا رب تكمل ولادة، يا رب تكمل ولادة. الحمد لله طلعت. أعتقد لسه في 2 ببطنها، هذا واحد، يمكن في كمان واحد. علي أنا صرخت، شكله كبير هذا كمان البيبي، رعبتني بصوتها والله. يلا يا ماما، أنا جنبك، لا تخافي يا روحي، لا تخافي يا عمري، يا روحي. أنا طبعا ضليت أحسس عليها هيك عشان ما يبرد الطلق عندها. هذا الشيرازي اللي جابته، هيو. خليني أساعدها، بسم الله. يا عمري انت موجوعة يا ماما، سلامتك يا روحي، سلامتك يا ماما، سلامتك. عم بتنظفوا.
مسكينة توجعت كتير والله القطة اليوم. جابت بيبي مو مكتمل، هذا يدوب متلقح ما كمل. هذا هيك رقم 7 ولسه حاسة بطنه فيه، لسه أنا حاسة بطنه إنه فيه.